فماش احترام لحتى فنان راه البرودكسيون تعمل بيك العمل وتصبح على خير راه معناها المحاباه هذيك ونحطوك في قروص. هل تنكر انه حقك راه حقك. انا ديما نقول اي ممثل قبل ما تنيجوسي على فلوسك احكي على دبوس المال اللي تجيك، واحكي على القهوه اللي تجيك، واحكي على كونفورك، ويزيو مكا لغه ليش كبار ما تكلموش وانتم صغار، انا صغير نتكلم كان عاجبك خويا. به مثلا الاسماء الكبيره كما كامل التواتي، فتحي الهداوي، يرحموا غيرهم، لكن حب لهم ربي ما يحترموش يعني يعاملوهم كما يعاملوا بقيه الممثلين. لا مانيش في مصر احنا راه شو كي انت عندك تيتر ممثل سافو دير يعني الممثلين الكل مانيش في مصر احنا هذا من لا الكل تعامل كيف حقيقه معناها انا ما شفتش غير هذا معناها يعامل كما جهاد الشيرني كما كمال التواتي كما منذر عويدات كما تعامل الناس الكل كيف بعضها. تبقى فما تفاوت في الكواليس وقت اللي انت تطلب حق مكتسب معناها الاسيستان اول حاجه يعملها مع احترامي للاغلبيه اللي هما اصدقائي وخدمت معاهم وناس محترمه جدا. فما بعض اونت بارونتيز بعض لي اسيستان عنده مشكله قرا سينما باش يحرق الممثل با بلوس. هذاك ما نعيطولوش. شنو تفسر هذا؟ كلب دبو زمان هذاك ما نعيطولوش كح في سامحني ننظر شنو تفسر الشيء هذا؟ علاش معناها شنو السبب؟ لان الناس مسقطه هو عنده نوت هزوا النوت بتاعه في الباك هزوا قرا سينما جاب باش يقلقنا نحن معناها نشاز موجود با بلوس. فما عندنا ممثلين مردومين ومحطوطين في فريجيدير ومحطوطين في كذا. انا ما نعطيك امثله جهاد الشيرني وقت اللي ضرب في تونس وعمل حاجات مزيانه على الاخر وكذا ودرا شنيا نقعد انا وياه مثال جبت جهاد لانه جهاد صديقي. تقابلت انا وياه برافو جهاد قال لي برافو شنيا منذر انا عندي عام ما كلمني حد تو ضريبه نجاح جهاد ما عادش يعيط له حد. معناها عباره مزيه تو باش تجيب ممثل باش معناها ما يلزمكش تنجح لازمك تعمل حاجه سافا با. لازم ولات عباره مزيه باش تجيب ممثل يخدم عباره عامله عليه مزيه خاطر ولات كليكات. اي مزيه ولات مزيه كل واحد يخدم مزيه وي حتى من ما خصوش الممثل سامحني باش يخلصك خاطر جبته ما خصوش باش ما نعرفش انا باش يقدسك. بار كونتر فما برشا حاجات باهيه. فما برشا مخرجين محترمين يشرط اول حاجه يشرطها كي ياخذ برودوي يقول انا الممثلين بتاعي نحبهم اللي يطلبوا فلوس يلقاوه كونفورم موجود واحترامهم موجود. هذا شفته مثلا دانييرمون في فيلم جاد مع جميل نجار. جميل كانت عنده بيداغوجيا فاقدينها برشا مخرجين حقيقة معناها بيداغوجيا تاع جميل نجار فاقدينها ومهمة جدا الرأي ذا. أهم من أنك تقعد قدام مونيتور أنك تعرف كيفاش تحط الممثلين الكل مع بعضهم. معناها أنا وقت نوصل البلاتو يجي يعيط محمد مراد يقول له هذا منذر عويدات كوميديا كونفيرمي ويقول لي هذا محمد واحنا نعرفوا بعضنا نقولوا له لا يا جميل انا اصحاب في الدنيا. هو يحب يزيد يعمل هكاك عايز تسجل معاه يقول هذا منذر تقول له منذر صديقي. دونك كان يقرب فينا كان يفدلك معانا كان ساعات نحسوا المخرج اقل واحد فينا في التفديد نبداو احنا عاملين بعمايلنا فهمت. منذر عويدات كان فما شكون من عائلتك رافض انك تدخل القطاع الفني؟ الوالد توفى الله يرحمه خف عليه تراب توفى وانا صغير معناها وقتها مازلت ما نخممش باش نعمل مسرح. الوالدة تمنيت تراني في الكادر. الوالدة تمنيت تراني موجود نهار في التلفزيون ولا في السينما ولا هذا شجعني برشا وما خلطتش. كنا في الاماتور كانت تجيب ستيكة حليب وتجيب الياغورت والدنيا. شنو احساسك منذر اول مرة ظهرت في التلفزيون وانت عارف لي امك ماهيش باش تتفرج فيك؟ امي مش تتفرج فيك. احساس خايب الحق يعني احساس خايب مع يقصون موسيقى الدوار نحطوها ونبدا نعمل هكا معناها بالعكس. انا كي نتفكر امي نضحك ما نبكيش خاطر تعدي لي برشا حاجات محليهم يتعدي لي برشا نضال بتاع مراه برشا وقفه برشا وسعبان برشا حنيه برشا محبه. ربي يخف عليه التراب الثقيل وان شاء الله مثواها الجنه. هذيك نيتي. معناها انت تو ديجا قاعده تكافح باش انت وصلت ديجا وقاعده تكافح باش تزيد تطور من روحك باش امك في قبرها تكون فرحانه ان شاء الله. ساعات ناخذ بوز على الكفاح ما كرهونا في حاجه اسمها دومين ناخذ بوز. كيفاش كرهوكم في حاجه اسمها كفاح؟ انا نشوف فما هاله من القداسه ديما تحف الممثل. ديما نحن في الشارع نخزروا الممثل حاجه كبيره نحسوا هذاك عايش في القطن. اي صحيح نحسوا يعاملوه يهزوه على كفوف الراحه. لا مش عايش في القطن الممثل عمره كان عايش في القطن.
براتيكمون الممثلين الكل اغلبهم نعرفهم اصدقائي. اللي نقول لك الممثل كان ما يحاربش على روحه في تونس ما يلقاش بلاصته. حتى الناس القدم واللي سبقونا واللي معناها كي جيت اليوم تقول لي مثلا اي كمال تويتي قاعد يحارب، بيان سور يحارب، لانه كمال تويتي في كل عمل قاعد يجدد في روحه، قاعد يعمل في ريشيرش جديد، قاعد يعمل في بيرفورمانس جديد، هذاك في حد ذاته قاعد يضرب على روحه ويجري على روحه. فهمت؟ هذا مثلا الممثل اللي يفرض روحه في السوق. انا استشهدت انت فرضت روحك انت في السوق؟ تعتبر روحك فرضت روحك؟ لا، ما فرضتش روحي في السوق. عليه. شنو هي مقاييس السوق؟ مقاييس السوق انك لازمك تكون تهز القفه باليمين مش باليسار. سياسة الكلب بمكيالين. يدك اليمين اللي باش تمد تعاون بها العمل، لا عاون بها الناس اللي يلزم انت تهز لهم القفه. بالحق راه واش كلام ولا شعبويه، تهز القفه ويلزم تهز التليفون ويلزم تقول له تفكرني وتقول له باهي منذر سامحني. اختار سؤال من الاسئله هذوما وجاوب عليه. راني هزت ورقه هذيك. كاين سؤال تيلي عاد هذايا اجي نقول لك حاجه. شو لحظه انا باش نعمل هكا. لا منذر ما تكونش دبلوماسي، جاوب. باش نقطعها الورقه. مش من حقك تقطعها الورقه. حتى انت مش من حقك لا نحن تفهمنا تدخل لداري معناها وتسال فيها على حاجات. لا منذر نحن تفهمنا من الاول انك انت باش تجاوب على الاسئله الكل. هي الاسئله الكل معناها ما تنجمش تقول لي انا مثلا مريو الخلع اللابس شنو لونه معناها لا ما نوصلوش معناها للدناءه هذيا. لا مش دناءه، هي حتى هذه تسمى دناءه. حاشاك انت ما السؤال دنيء معناها الستيلو اللي كتبه دنيء. فهمت؟ شنو لا انا نشوفه سؤالي نجم اي كان جاء اي انسان اخر في بلاصتك ينجم يجاوب عليه. حاجات خاصه. لكن انت فنان حياته كتاب مفتوح. ما اسالني على عمل مسرحي، اسالني شنو عملت عمناول، شنو تعمل السنه، شنو عندك شنو ما عندكش في حاجه ارتستيه. انت تتوقع الجمهور كي باش يتفرج على انترفيو مع فنان تهمه مسيره الفنان اكثر من انها تهمه الحياه الشخصيه للفنان؟ تلاقي هذوكم الناس بتاعك يسقسي عليك الخير ودرا شنيا وش ندخلها امورنا هذيك امورنا امور اي واحد. هي تو اغلب العباد تتبع في الديجيتال، يتبعوا في صناع المحتوى خاطر يحبوا يدخلوا لدارك، يحبوا يعرفوا انت كيفاش تعيش. لا فما ثقافه جديده عند التوانسه. يعني انا مسيره منذر عويدات او مش انا معناها اللي بتفرج فما برشا ما تهمهمش. بار كونتر التونسي يحب، التونسي نقوبه يحب يسقس يحب يعرف يحب ينسى. ما زلت ما عملتش مسيره، نحب نعمل مسيره معناها كل كلمه ما تهربش بيا منذر عويدات من السؤال. شنو يحبوا يعرفوا تو فما ثقافه جديده ولات على الديجيتال. التوانسه يعرفوا كان يسبوا تلقى 1500 كومنتير امي توفات الله يرحمها. منذر ما تو الديجيتال والله كان مش ما عندكش راجل يحكم فيك، امها توفات راهو نورمال البركه فيك الله يرحمها. عندنا لا فما اللي هكا وفما اللي هكا. يا بنتي ما يعرف عليه شيء ربي معاه يعجبكش العين حق. اما تو الديجيتال سيد الموقف يا منذر. التلفزه تو باقيه تموت. انت ما عندك حتى شيء تبدا محترف وعين تضربك. انا غاديك بطبيعتي ما عندي حتى شيء وعين تضربني. حكايه زايده معناش مش نحكي معني على حياتي. معناها ماكش باش تجاوب لا الحاجه الوحيده اللي نحكيها في حياتي الخاصه اني نقول نعيش في قصه حب من 2016 حتى لين نموت باش نقعد نعيش في اقوى قصه حب ونتوقعها انجح قصه حب نعيش فيها مع ولدي. نقطه. وجواب دبلوماسي هذا. لا والله لا، هذه الحاجه الوحيده اللي نجم نحكيها على حياتي الخاصه انه ما فماش واحد في تونس مثلا من صحابي في الساحه الفنيه ما يعرفش اللي منذر عويدات كان يقولوا له بتنقص من عمرك وتعطي لولدك يقول لهم اوكي. علاش قطعتوا السؤال؟ خاطر حاجه لداخل في الدار هذيك في حرمات. انت كنت تنجم تقول لي ما نجاوبش على السؤال لكن ما تقطعوش هكاك في وجهي. لا مش في وجهي قطعته. ليه كان جيت في وجهك عملت هكا في وجهي في قفايا اللي هو انت ما احترمتنيش. انا نعتبرك انت ما احترمتنيش قطعت السؤال. اختار واحد اخر وما تقطعوش المره هذه. ما نعرفش شكون على اعصابه اكثر انا ولا انت. ما يسالش امانه راني لا انا شفتني كيفاش من الاول ومعاك وانت تتكلم وانا نقول لك اي باهي سامحني خلينا نحلوا شوف السؤال لحظه بركه. انا حكيت معاك كممثله كزميله مش كانيماتريس. تجي تو وانت تقطع السؤال سامحني ما يجيش. الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى ملعب عبد العزيز الشكيل.
مش صحيح السؤال. طلعتي نشوف. منذر جاوبني على السؤال اللي قطعته، انا مانيش باش نسيبك لما تجاوب على السؤال. تين هكا كلمه كلمتين هكا شوقنا نحبوا نعرفوا نحن. باهي لا اجي نقول لك حاجه، انا مانيش باش نجاوب عليه السؤال هذاك، كان باش نقعدوا نحكيو فيه من غير ما نحاول معناها. زاد ما واحد كل واحد عنده التزامات معناها باش نضيعوا ما نبزتني راك. لا لطف عليك بالعكس من عليك، انا مانيش جاي هنا باش ننبزك، باش نعملوا حوار ونقول لك ميرسي بوكو ونروح على روحي. انا من الاول كيفاش انا معاك وانت تحكي وانا نقول لك اي صحيح اي صحيح. انا لابسه جبه الممثله المسرحيه معاك مش جبه الانيماتريس، وكل ما تحكي وانا نأيدك تجي تو تقطع السؤال هكاك. لابسه جبه الانيماتريس، باهي انيماتريس انا راني والله وراس الجبه اللي لابستها انا لبستك، بالعكس انا قلت لك حاجه ما نجاوبش عليه، ما نقعدوش لبعض غدوه مانيش باش نجاوب عليه ومانيش باش نقول شنو هو السؤال اللي قطعته، انتم ما تعرفوا شنو كاتبين بطبيعتكم. شنو توا يعني عطينا حتى الشون ليكسيكال نتاع السؤال. شو سؤال في خويا في اختي في مرتي في ولدي في الدار ما نجاوبش عليه، ما عنده ما يضيف وحاجات ما عادش نحكي عليهم يعني هذوما حاجات خاصه جدا ما دخل حد شيء يعني بالحق مع كامل احترامي يعني امضي وامر نمشي لحاجه اخرى. باهي كلمه الختام منذر عويدات. بماذا تعد جمهورك؟ ما عنديش جمهور انا. ليه انا كنت نستنى فيك باش تقولي عندي جمهور، شو نقول كان وين جمهورك؟ ما عنديش جمهور انا مازلت انا نحاول نبني لا حاشاك انت ممثل محترم جدا. محترم في اطاري في توجهاتي، لكن اجي نقول لك حاجه، اما ما عندناش ثقافه الممثل اللي عنده جمهور في تونس، يعني ما فماش ممثل عنده جمهور قليل. تونس لا تراهن على صناعه النجم. تونس ما تعرفش تخدم مع مثقفين وما تعرفش تخدم على الثقافه، ما تعرفش تنفستي فلوس في الثقافه. تونس ما تعرفش، واعي ما اقول، الدوله التونسيه فيما مضى وما مضى وتوا زاد ما عندها حتى علاقه بتسيير الثقافه او انها تعرف تنفستي فلوس في الثقافه. نكونوا واضحين وباش نعطي امثله مع بلدان اخرى على بلدان اخرى اللي احنا خاطر اهم منهم احنا اهم منهم. نبداو بمصر. لا مصر من اول الدنيا معناها من نحاولوا نتواضعوا شويه. مصر راهي من قبل تعمل في الصناعه من شنو هي الفرق بين الممثل التونسي والممثل المصري ولا الممثل العالمي؟ الكل محاملين التيتر ممثل. الممثل التونسي اجدر بكثير من الممثل المصري، لكن الممثل المصري نحكي انا كماده وكنفوذ. اي هابش نقول لك، مانيش نحكي هابش نجاوبك، هابش نجاوبك سي تري سامبل نحكي. شوف الممثل التونسي ممثل اجدر بكثير من الممثل المصري، ما نحكيوش فيه هذا راه مش كلام، راه خاطر احنا مثلا عندنا كنبهتوا برشا ونهولوا برشا ونكبروا برشا ويا تو ذاك تحكي انت تحكي على عيسى العلايلي وانت تحكي على احمد السقا السقا خاطر تشوف فيه كل يوم، راه خاطر انت ثقافتك وقله وعيك تخليك تراه ممثل مهم برشا اللي احنا عندنا ما اهم منه. اما مش انا مثلا نراهن على ناجي قنواتي مثلا خير من احمد السقا، نراهن على يحيى الفايدي خير من احمد السقا. تحكي في القيمه الفنيه. نراهن على فتحي الهداوي معناها فتحي يتقارن باحمد زكي، يتقارن بمحمود عبد العزيز، ما يتقارنش بهذوما اللي صنعتهم. غير احنا ما عندناش دوله عندها ثقه في روحها ثم في الفنان ثم في الثقافه. في المغرب توا بناو مدينه كامله معناها ديكورات دي ديكور هذوما يجيو يصوروا فيهم من هوليود. منظر لحظه ميساج انت حليتها الحكايه ذي. داكور باهي خلينا نكمل. باهي عندنا طارق بن عمار رجل مهم جدا جاء لتونس، اخر حاجه جابها هو فتحي الهداوي، جابوا مسلسل عمر، مسلسل فيه معناها ميزانيه كبيره وفي برشا ممثلين باش يخدموا، في دي تكنيسيان باش يخدموا، وفي ناس ولات هكا زعما تحت الطاوله يحب يقول وكل هز البرودوي مشى للمغرب، يلقى المغرب رحبت بيه وكملوا معاه المسلسل، ومن غاديكا بناوا على الحكايه هذيك وولاو يخدموا يجيبوا في مشاريع من برا، يخدموا في السياحه، يخدموا في البطاله زاده، لانه فما حتى الفيغوراسيون راه يا اخي شكون الناس البطاله اللي ما تخدمش يجيبوهم دي فيغورون يخدموا يعدي 3 شهور يخدم كراهب كيف يوليو دي ترانسبورتور. منظر ما تخممش في الهجره نحو مصر. مصر الممثلين التوانسه برشا منهم مشاو لا ممثل باش يطور روح وراه. شوف الممثل راه مش في مخه انه يقف قدام الكاميرا، ينجم يعمل مسرح، ينجم يعمل
حاجات اخرى نجم يمشي للسينما كهو. مصر مش تعمل في سينما، تعمل في صناعه بابليس معناها يكون السينما التونسيه اهم من السينما المصريه. اما الممثل من حقه انه يعيش في رغد العيش، انه يعيش بكرامه على الاقل. فما ممثلين قدمت عمرها للفن لكن في الاخر لم تجني شيء. ليه علاش زاد واحد يشوف اللي سبقوه يفهم، ما تراهنش على التمثيل كهو، ما تاكلش حياتك غادي نجم تبيع اللفت تعمل ممثل. لكن التمثيل مهنه، انا نحب نمارس المهنه متاعي ونعيش حياه محترمه، معناها حياه كريمه. معناها انا عندي ممثل محترف نمتهن التمثيل تو في تونس، كلام وبرا نقولوا فيه كلام وبرا. صدقني الكارتة بتاع الكار هذيك اللي كنا نركبوا بها واحنا صغار نقراو ونقصوها في العام هذيك نقراو بها نركبوا بها، اهم الكارت بروفيسيونيل تاع ممثل في تونس. ممثل قيمه ثابته، ممثل اكبر برشا ماك الكارتة هذيك، واكبر برشا من الممارسات اللي قاعده تصير في تونس، واكبر برشا من الناس اللي تدعينها تفكر في البلاد. الممثل يفكر خير منهم. نحكي على الممثل، نحكي على الممثل مش الممثل، لا الممثل. لكن الممثل هذاك انسان مغفل يخدم مع مغفلين في غفله من زمان، وخرجوا حاجه تستغفل في عقولنا، دونك كل شيء في التغفيل تعمل. لكن نحكي على ممثل كونفيرمي راهن على حياته. معناها منذ حوصله القول الممثل في تونس ما ينجمش يعمل فلوس اذا عول على التمثيل كهو. ينجم اما انت وزهرك في تونس بالزهر كيما البروم سبور بالضبط، بالزهر كانك تلعب ساعات رول يطلعك الفوق، لي برودكتور الكل يقولوا هنا معاه، وصارت مع بعض الممثلين وصافا توا لاباس والحمد لله. لكن زاد الممثل انا نفد من الممثل يطلع والله ما عنديش، والله بحالتي عليه يا خيي تطلب قدام الكاميرات يبقى قدام الفنان حساس زاد. الفنان حساس ومن حقه باش انه يعيش بكرامه. يعطيك الصحه بكرامه كما زملائه في البلدان الاخرى. الكرامه مش انك تطلع على التلفزيون تقول ما عنديش فلوس. انا بالنسبه لي انا ساعات نبدا قاعد في الدار ولا قاعد مع العائله يتعدى ممثل يقول والله ما عنديش فلوس ودي صدقني نحشم ندور وجهي هكا. نبطلها المهنه ما نطلعش نقولوا الكلام هذاك، تبطلها وما تطلعش تقولوا. لكن يضطر ساعات الانسان يضطر. هي طلع قالوا شنو هاي بنتي شنو باش تدخل فلوس، ليميسيون دخلت بيك فلوس وانت روحت فقط. تفضل. باهي كلمه الختام وبإيجاز. شنو كلمه الختام؟ نقول لك الكلام الكلاسيكي هذاك. عايزين المشاهدين شباب ميرسي بوكو. ساعه انت ما خليت لي حتى نفس. عايشك انت ما خليتني، تعبتني يا منذر تعبتني. كيفاش تعبتك؟ تحكي برشا نسيتني في الاسئله. ليه قاعد نفسر لك انا مش بالعكس. في تونس عندنا شكاره قدك خرجنا منها شويه. بي ان توكا مرحبا بيك، فرحانه اللي انت كنت معايا. يعيش وان شاء الله تكون مرتاح وان شاء الله نكونوا فرحنا بيك. لا يعطيهم الصحه ليك بالكل، ما سلبوني شيء، ما عطاوني شيء، ما مدوني شيء، بالعكس معناها حتى قلت لهم الصحه. لا سمعتهم بكري في الكوليس سربوك وفرحوا بيك وجاوك باهي معناها هيك هو. ميرسي ليك بالكل، يعطيكم الصحه وان شاء الله بالتوفيق انتم في الموسم الجديد هذا، وفي فرصه اخرى ان شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكون الحلقه هذه خفيفه الظل عليكم، ان شاء الله يكون عجبكم الحوار مع الممثل منذر عويدات. نتقابلوا المره الجايه في حلقه جديده مع ضيف جديد. تشاو تشاو.